السلام عليكم متابعيني وحبايبي، إن شاء الله الكل بصحة وعافية. هذه الفيديو راح يكون جولة بإحدى الماركتات التركية. طبعا هنا أنا غلقت الصوت، أكثرها بها أغاني تعرفون بسبب الإنذار اللي يجينا من اليوتيوب. حبايبي لي هنا إذا تابعتوا الفيديو إن شاء الله ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى تشجعوني أنزل فيديوهات جديدة. هنا أنا راح تشوفون الداخل الماركت والشغلات اللي الأسعار يسألوني دائما عليها. طبعا الأسعار الحمد لله والشكر نقدر نقول كلش زين. اكو شغلات غالية واكو شغلات رخيصة حسب الماركتات وحسب الاماكن، واكو حتى حسب طبعا هذول الماركتات الدولية اللي يقولوا لها زنجر ماركت، ذولا اسعارهم بكل منطقة وبكل محافظة نفس الشي، ما بيها اختلاف. بس اكو ماركتات لا اهلية طبعا تختلف من منطقة حتى المنطقة، حتى السوق المخضر طبعا همينة يختلف من منطقة لمنطقة، حتى من شو اقول لكم، يعني اكو مناطق كلش كبيرة. مثلا احنا يمنا سوق الثلاثة، جارتي التركية بسوق الأحد 15 دقيقة بعيدة علي أو 10 دقائق، يمهم أرخص من يمنا، فحسب المناطق. هنا أنا مثل ما تشوفون طبعا هذه المكسرات صدفة ناخذ مننا كلها، ناخذ يعني هو خاص، اكو محلات مخصصة للجرزات بالكيلوات، همينة يجي ارخص وهمينة بها بركة. هنا أنا طبعا سبحان الله صدفة اذا ناخذ من عنده ما بيهم بركة. هنا دا اشوف لكم انواع الايس كريم او الموطة نزل عندنا، بس شنو بعدنا طبعا مدى ناخذ نهائيا ولا اقبل اطفالي يشترون، الجو بارد يمنا كلش. فهنا أنا بس نشوف الأسعار ونقول هاي طيب ذاك طيب. هسه بس في الأسبوع طبعا أقول لهم خلي الجو يصير حار أشتري لكم أقشمرهم. وهنا أنا أنواع الزيتون، هنا ما نعرف نقرر يا زيتون ناخذ ما ناخذ ما نعرف. وهنا أعتذر طبعا إذا صوت الأطفال دا يجي يلعبون، أنا أسجل صوت وهم يلعبون. وهنا أخيرا قررنا ناخذ زيتون. طبعا كنا طالعين المغرب هذه الجولة كان هيك، يعني احنا محتاجين شغلات بسيطة. وهنا هذه المانطة طبعا عن نجم مانتصة كلش صغار، ما مجربين الصراحة، بس يقولون لنا صديقتي التركية قالت كلش طيب، احنا ناخذها من البيم شوية اكبر، هم طيب ما يعني ما بيها عيب. بس هذه النجم مانتصة همينة قالوا طيب يعني إلنا. وهنا كان اكو تخفيضات مثل ما تشوفون الكارتونات فارغة. طبعا هذول الباكيتات اكو مثل ما تعرفون نص كيلو، كيلو، واكو اكياس همينة. وهنا انواع الاجبان والكفر والعيران الشنينة. وهذا الميلك. طبعا الصراحة اني ما اخلي اطفالي هالقد يشترون من هذه العصاير، في بعض الاحيان عندنا عصارة الفواكه، فدائما اسوي لهم
العصير الطبيعي الحمد لله والشكر، خاصة البرتقال والجزر، الرمان والشوندر أسوي لهم بالبيت أفضل من هذول الجاهزين. وهنا طبعا بنتي أخذت للبزازين همينة هاي الأكلات المعلبات تصير. وهنا زيت الزيتون والزيت، مثل ما تشوفون أنواع المعلبات، العفو أعتذر عن الزحكات البسيطة. وهنا أنواع الشامبوات، طبعا همينة دي يصير عليهم تخفيضات. وهذا المينتكس للتل بجا مشر بيصلتجي، يعني للغسل التايد، يعني نوعيته تايد، فيتخلل التول والملابس يسوي أبيض. وعطرة همينة حلوة. هنا الأوريو، طبعا هذه الريون، يعني هذه القسم اللي بالشوك صاير جديد. تشترين مثلا أسبوع ينزل على 100 ليرة، ومرات ينزل على 25 ليرة، يعني هذا الريون خاص يسوونه حاجة 1000 مرات. هنا هالأسبوع الحاجة على 100 ليرة، يعني تقريبا 4000 أو 5000. تشترين 4 5 هيجي تقريبا بالضبط، معرف. الدولار حاليا 38 ليرة ونص، واضربوه بالدولار، 100 دولار يعني دولارين ونص أو 3 دولارات. تشترين منه 100 ليرة. وأكو ريون مرات يعني أسبوع اللي قبلها صار على 25 ليرة، يعني أقل حتى من دولار. وهذه مثل ما تشوفون خضروات ميبسة، هم كلش طيب طبعا للشوربات. حتى أختي مرة أخذت لهم الأهلي كلش عاجبها هذه الخضروات، قالت للشوربة أخلي شوية مال العدس. أم جمانة إن شاء الله منا سلامي، وشافت أجيب لها من هاي تدلل. وهنا أنا أطفالي دي يقولون شوفي هذه الشغلات اللي هنا. طبعا تكرمون هذه النعالات مو من ضمن التخفيضات، لا. هذولا تقريبا ب210 أعتقد كان، يعني مو من ضمن يعني هو جاي هذا الأسبوع للتخفيضات، بس مو من ضمن 100 ليرة. نالرسا 100 ليرة، لا مو هذه. فأكو لازم طبعا نفتر. على قولة جارتي قالت إحنا شعدنا غير البيم واليزبير والشوك، هذولا صاروا أصدقائنا وقرايبنا، لازم كل أسبوع نفتر ونشوف بيا ماركتات أكو تخفيضات وين جاي شغلات حلوة. شو نسوي هذه؟ وطبعا أعتقد الكل يعرف اللي عايش بتركيا ماكو فرع بشارع ماكو شوك وبيم وآيزبير، والماركتات مليانة ما شاء الله، الحمد لله والشكر. وهنا أنواع التايتات طبعا دائما يصير عليهم تخفيضات. وهذه الزاهي الفيري طبعا المعروف. وهنا حبايبي هذه المنظف الأرضية أو القاع، مرات يعني أقول اللغات حتى أخاف الأرضية مثلا يقولون شنو، يعني مسح القاع. ميلم أتربة هذه الجف النوعية، ويلمع وبيها عطر كلش حلو. والقهوة بعد أطيب من الأزرق، دا أشر لكم عليه. القهوة كلش طيب ريحته وبيها ملمع. ومثل ما قلت لكم فقط بالقهوة أكو ميزة إنه يعني رأسا الأرضية أو القاع ميل من الأتربة. هنا دا نشوف العطر الأزرق لو القهوائي، لو الأزرق لو القهوائي، بس استقرينا على القهوائي كان كلش طيب ريحته.
وهنا أنا هذه المنظفات همينة للطباخات، وهذه الكلينسات وشامبوات نازلة، وهذه الأوربان هم شامبو طبعا. هذه الشامبوات طبعا همينة يعني مال الأسبوع جاي، مثل ما قلت كل أسبوع يجي شغلات حلوة على هذه الريون يعني السلات. يجوز هذه هسه تشوفونه ورا أسبوع إذا أروح أصور هذه السلة ما باقي بهذه الشغلات، جاي شغلات جدد. أما ذولا المنظفات المينتكس أكل المعلبات وأكل معلبات البزازين وهذه الكلينسات، وأكو بعد هواي شغلات المكسرات النساتل اللي خاص هو للماركت، يعني ثابت دائما إذا أروح ألقابي. أما هذا السلة الريون لا، ورا أسبوع تروحون تشوفون إنه هذه الشغلات منتهين من عنده، جايبين غير شغلات. طبعا هذه الصينية مال تشيك كفتة يعني نشوفها، يعني أنا عندي أكبر من عنده، هذه صغيرة نوعيتها هم كان طبعا حلو. احنا ماخذينه يعني من المحلات همينا كلش زين، كم سنة صار بيدنا. وهنا المشروبات طبعا، وهنا الدبس والراشي كل شي موجود. طبعا هنا خلصنا وانطينا دفعنا وطلعنا. الأطفال طبعا أخذوا الشيبس مالتهم ورجعنا للبيت نتمشى. Ha, ama yakın yani. Gerek yok. حبايبي لي هنا إن شاء الله ما ضجت ولا تعبتكم، حكيت هواية اعذروني، بس لازم أشرح لكم، يعني ما يصير فيديو إنه أنزله بدون صوت حتى الواحد يمل. إن شاء الله عجبكم هذه الفيديوهات الحلوة، أتمنى منكم لا تنسون اللايك والاشتراك وتشجعوني بالقناة حتى أنزل لكم فيديوهات حلوة وجميلة. طبعا هنا راح نروح هم دخلنا وراها بغير ماركت، وكان طبعا عملنا بيها تخفيضات بس ما صورت الصراحة. وشوية قعدنا بالبارك، وهنا أنا البنتي طلعت شبس أبو القلب، قالت لازم تصورينه. سبحان الله اللي هو الشبس يعني قلب. فشوية قعدنا الأطفال بالبارك، وطبعا كان كلش يوم بارد ما شاء الله، وأصلا صار لنا أسبوع برد بتركيا خصوصا أنقرة. فالحمد لله والشكر شوية الأطفال لعبوا ورجعنا للبيت. طبعا هسه راح ورا هذا الفيديو تشوفون عيد ميلاد طبعا قبل يوم من الزلازل اسطنبول. طبعا وراها بيوم كان عيد ميلادي، بس شنو احنا يعني بيومين هيجي بنتي وزوجي متفقين وسووا لي العيد ميلاد طبعا بسيط. كل سنة هيك الأطفال الزوجي اللي نسوي، يعني أحب إنه هذه الأجواء تبقى بيناتنا، مثل ما تعرفون يعني إحنا بالغربة، فما أحب إنه ما أسوي لهم، فأني هالقد ما أسوي لهم مفاجآت وعيد ميلاد. هم متعلمين من عندي طبعا بالبيت الكبير شي يسوي للأطفال هم يتعلمون. فبنتي قايلة بابا عيد ميلاد أمي، وإحنا بذاك الأيام كان حيل يعني ضايجين، مو نخاف وإنما بتوتر، كان أكو زلازل. فالحمد لله والشكر اتعدت على خير. ورايحة هي وأبوها جايبيلي كيك، وسوينا هيك عيد ميلاد بسيط هسه تشوفونه حبايبي. وإن شاء الله الله يحفظهم إلي وأشوفهم بأحسن المراتب يا رب العالمين. وبعدين شربنا قهوة وقعدنا، وإن شاء الله الله يسترنا ويعطينا العافية، وللكل ينطي الصحة والعافية والستر يا رب العالمين.
مثل ما تشوفون هنا حبايبي عيد ميلاد كان بسيط. هذا ابني وبنتي إلا رادوا فأني أنطيت لهم، قلت لهم لازم تذوقوه قبل ما نقطعها أو نقصها. المهم حبايبي، أنا إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، مع ألف سلامة.